عيار معمول سهل وسريع وطيب، وما في أحسن من هيك. عيارة من المعمل سخن تازة. الحقونا نشوف المقادير. طبعا مشان ينجح معك المعمول لازم انك ما تسمع صوتك انت وعم تشتغل، يكون عندك اولاد صغار ومشغلهم الثعلب الكذاب، فيطلع معك المعمول هيك. اذا ما شغلت الثعلب الكذاب حتى لو ما عندك اولاد ما بيطلع معك معمول. تفضلوا. هلا رح نجي لعند العجين الاساسي لكل عجينات المعمول، المرازق، الغريبة. هذا اساس كل العجين. من هون طحين وسمنة، هاي الاساس. نحن عنا هلا هون رح اعطيك انا طريقة طالع فيها السمنة النباتية بطعمة الحيواني، السمنة الحيواني بجودة ممتازة وبقلب البيت من دون ما تروح على المعمل. هاي السمنة طبعا هي عنا، انا هون عندي ربع الكمية سمنة حيواني، وثلاث ارباع الكمية اللي انا بدي استخدمها مهما كانت الكمية، ثلاث ارباعها رح تكون سمنة نباتي. ما في داعي تجيب سمن حيواني كتير، ربع الكمية سمن حيواني والباقي كله سمن نباتي. طبعا السمنة انا حاطط سمنة حيواني نكهتها جدا 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 ممتازة، يعني قاعدة رئيسية بدنا نمشي عليها. انت بدك اكلة طيبة بدك تحط نوع سمنة طيب، بدك تشتغل بنوع طحين ممتاز. ما في داعي انه نحن نبدل بانواع طحين او نبدل بالسمنة. بدك شغلة لبيتك صح، بدك تشتري مواد كمان صح. يعني هلا عندكم هذا الميزان ما بيكلف شيء، يعني البيت اللي بيحب انه دائما يشتغلوا فيه حلويات، بيحبوا يشتغلوا فيه مواد معينة، لا ينقطعوا من هذا الميزان، لا يقطعوا نفسهم. نحن هاي السمنة هلا اللي عنا، اول شيء قبل ما نحط طحين وقبل ما نحط اي شيء بنعمل هيك، بندعكهم مع بعض، بنخليها السمنة تصير مثل الكريمة مشان ما تخرز معانا بقلب الطحين. العيار الرئيسي نحن بدنا نحط لكل كيلو طحين نص كيلو سمنة. طبعا هاي الطريقة لهالعيار تبع الكيلو الطحين بالسمنة تقريبا كل المعلمين بيشتغلوا نفس الشيء، لكن الاختلاف شوي بالتبليعة تبع العجينة، والجودة بترجع لكل معلم كيف بيشتغل. ندعكهم ونخليهم يذوبوا بايدينا يصيروا مثل الكريمة. شايفين كل ما انا عم تطرح. طبعا انا طالما عم بشتغل بالبيت بدي السمنة بحرارة المنزل، بحرارة الغرفة، ما بدي اخذ السمنة تكون عم جامدة مثل الحجر اقعد اشتغل فيها واتعب. نحن عم نحكي عن الناس اللي عم تشتغل ما عندها خبرة بالشغل، تمام؟ فلما يكون عندك عجانة، لما بيكون عندك خفاقة بيختلف الحكي، بالعكس بيصير بدك انت سمنة اجمد من هيك. بالنسبة لكم انتو هاي الكمية ممكن تكون كبيرة، فنحن بنشتغل على عيار الكيلو، وبنزل انا بالفيديو بنزل عيار الكيلو الطحين، وبنشوفكم بعد ما تطرى السمنة. هلا هيك طريت عندي السمنة. اهم شيء انه ما يكون فيها دعابيل جامدة، يعني حتى لو كان فيها دعابيل طرية عادي ما بيأثر، بتروح بالدعك. هلا فنحن رح ننزل عليها الطحين على مراحل. نزلناهم على الطاولة، ما عاد في داعي ننزلهم على السمنة. هيك الدعك بهي الطريقة، بهذا الشكل، هيك من فوق لتحت، وبسكر قبضة اليد هيك. طبعا نحن هلا بدنا نفركها للعجينة منيح، بس حاليا بدنا اياها تاخد السمنة تبعها، بعدين رح ننزلها على الطاولة وندعكها براحتنا ونقلد عمو ابو راشد. واللي ما بيعرف عمو ابو راشد يتفرج على مسلسل بيت جدي. يعني من اسهل ما يكون. وهي العجينة بتضل عندي بالفريزر قد ما بدكم، شهر
شهرين ما بيصير عليها شي، طالما مغطاية بكيس ما بيأثر عليها أي شيء. بس ما تحطوها بجنب شي طاعم عليها، بس فقط انها تتغلف منيح بشكل سليم. ان شاء الله بتصير معانا مثل ما بدنا واحسن. ايمت ما طلعناها بتشتغل. شايفين يا جماعة هيك؟ طلع الطرف الثاني اشتغل فيه يدك. لاحظين شوف شلت السمنة كلياتها، لكن أنا بدي حبة الطحين تتقلب منيح منيح بسمنة أكثر من هيك. شايفين؟ ما بدي أسهل من هيك ما فيها. لكن هيك نرجع نطيهم، لكن ثاني نرجع نطيهم لحد ما تصير العجينة معنا مثل ما هم. يعني أروع من هيك ما بنضل. شايفين؟ أخذت السمنة كلياتها. هلا اخواتي بدنا نطبقها بصحن او بصينية او بكيس، نحطها بالبراد اقل شي 5 ساعات مشان ترتاح معنا، تفتح حبة السميد بقلب السمنة، عفوا حبة الطحين، تبرد معنا منيح مشان نحسن نرجع ندعكها وناخد القوام اللي نحن بدنا اياه. بنشوفكن بوقت التبليع. هلا لنعير التبليعة مشان نحطها بالبراد لاني بدي استخدمها وهي باردة. عندي هون 200 جرام مي، الكاسة مليانة على الشفة، هي مشان ما حدا يقول لي من دون كاسات، هي الكاسة 200 جرام مي، 160 جرام قطر، 3/4 الكاسة 160 جرام قطر. طبعا العيار القطر رح نحطه بكل شي موجود عم نبلع فيه بالقطر، رح احط لكم عيار القطر بالوصف. هي 160 جرام قطر. وعندي قدهم سكر 160 جرام سكر. هلا هون عندي خميرة، هي النقطة كمان مهمة كتير، نص المعلقة تبع الأكل. الخميرة بتعطيني عمر أطول للحبة، وإذا في مشاكل بالعجينة بتصلح لنا إياها. يعني قدر الإمكان بتخلينا العجينة مثل ما نحن بدنا. بنحركهم بندوبهم وبنحطهم بالفريزر. بنجهز العجينة، طبعا هي بدنا نجهزها قبل العجينة ونحطها بالبراد، بدنا اياها تكون باردة مبوظة. هلا هيك طلعنا العجينة من الفريزر او من البراد، يعني هيك بالفريزر بدها شغلة ساعة زمان. هلا انا هيك طلعتها من البراد، تاركها من امبارح تمام، حاطط تحتها كيس نايلون بحيث انه شوفوا بس مجرد اني شديتها طلعت معي شقفة وحدة. نحط الصينية هيك على جنب، بنطلعها من الكيس بهذا الشكل. طبعا نحن رح نشوفها قاسية، لكن على فكرة هي كتير طرية، يعني ما رح تعذبنا، بتفرط معانا فرط مباشر وبتطرى وبتنعم، بتطلع معانا من أحلى ما يكون. ورح ندعكها هلا، نفرطها شوي شوي هيك بهالشكل. طبعا الدعك عندي بده يكون بهذا الشكل. بنجمعها مثل ما حكينا بالنقطة الأولى، بنجمعها هيك وبنبلش من راس الكون من هيك، بندعك بهالشكل هيك، ايد بتدفش والايد الثانية بتلف العجين بهذا الشكل. شايفين بلشت تطرح،
هي مو قاسية لكن بدكم تصبروا عليها معلش. شايفين؟ حاولوا قدر الامكان ما يبين فيها دعابيل ابدا. هي الدعابيل بعد التبليع اذا بدنا نبلع العجين بتعذبنا. يلي ما بيحسن يدعكها كلياتها دعكه واحده بيقسمها ما في مشكله، اذا كمان المكان ما بيساعد كمان مثل حكايتي يعني. شفتوا يعني ما شاء الله بيوت اسطنبول كثير واسعه يعني. واحد بيلعب طابه على المجلى ولا بالبيت بيلعب طابه. طبعا العكس هو الصحيح للي ما ساكن باسطنبول الله يهنيه. طبعا نحن على المساحات بالمعمل بندعك عجينه اكبر من هي بكثير، وبنشتغل على العجانات. طبعا لما ما في عجانه بندعك على ايدنا، بس بده يكون في مجال معنا ندعك. شايفين ما اطرافها صارت؟ لسه رح تطلع معنا كمان لسه اكثر من هيك. نرجع نجمع العجين كله هيك وبندعك لحد ما نتاكد تماما انه ما ضل تخريز ابدا ابدا. هاي الدعابيل اللي مجمده كلها بتضرب لنا شغل. هلا اذا بدي اتاكد منها هيك بفحصها ما ضل فيها ولا حبه ولا سمنه ولا اي شيء خالص. هلا هون بدنا نحط لها المعلقه السحريه. شو هي المعلقه السحريه يا حزركم؟ المعلقه السحريه هي عباره عن سمنه. ما راح وزن. هاي معلقه اكل وهاي معلقتين اكل. هاي المعلقه بزياده. شفتوهم؟ معلقتين اكل. هدول شو راح يساووا؟ هدول راح يعطونا العجينه تكون مثل الكريمه تماما. نقلبها بالكريمه او بالسمنه عفوا لحتى ناخذ القوام اللي احنا بدنا اياه. بالمناسبه ما بعرف ليش انا كل ما اجي بتذكر ابو راشد. ما بعرف ليش، مع انه هي عجينه المعمول هيك بتيجي طريه، انما بالمسلسل شفناها عجينه عم تنط وتشط. سبحان الله ما انتبهوا عليها غير اولاد المصلحه. شوفوا هلا صارت ما احلاها. العجينه ذهب ذهب ذهب، كريمه كريمه. طبعا انا اللي عم بعصر العجينه بهذا الشكل. شايفين؟ احلى من هيك ما ضل. يعني بنعمل لها هيك دايبه بدون لسه بدون ما احط لها شيء بنوب. بالمناسبه كل ما اندعكت معنا وضلت بارده، يعني نحاول ندعكها ونخليها بارده. كل ما اندعكت اكثر كل ما طلعت معنا اطيب واحسن وقوامها واقف اكثر بهي المرحله. اما بعد ما نحط لها المي والسكر والقطر والخميره ما بيصير ابدا ابدا انها تندعك. تقليبه خفيفه وبتنشغل فيها. هلا هيك طلعنا التبليعه من الفريزر. رح نعمل فيها بهذا الشكل. اول شيء ندور لانه في سكر بيكون معلق الارضيه. كمان هي وحده من الاغلاط اللي بيوقعوا فيها كثير من الناس اللي رح نحكي فيها هلا. لا تحطوا العجين بالطشت او بالطنجره او بالطاسه او باي شيء وبعدين تحطوا عليه السوائل. هذا الشيء كثير غلط، كثير كثير غلط. السوائل اللي بتنحط بالاول حتى باي عجين ثاني افضل انك تحط السوائل بالبدايه كونك عم تشتغل بالبيت طالما ما في عجانه. وبنحط العجين تبعنا بهذا الشكل. نتاكد انه ما ضل شيء عندنا على الطاوله ابدا وبنحطهم كلهم بهذا الشكل. هلا طريقه العجن بهذا الشكل هيك ما بعجنها، بحاول بس افرطها بالمي فرط. طبعا راح تشوفوا انه السوائل تكون كميه كثير كبيره لكن هي راح تروح بالعجينه ما تاكلوا هم ابدا ابدا. شايفين؟ بس هيك تقليب وفرط. شايفين؟ نحط اصابعنا هيك بنحاول نفرغ مكان ونرد نرجع نقلب ونرد نقلب. ايمت بنوقف لحد ما نشوف المي اختفت. طبعا بدها تضل عندنا طريه مثل ما حكينا. رح نحطها بالبراد تنشف عنا. شايفين بلشت المي تختفي. وين راحت المي ما بنعرف. ما حدا يضل مشغول باله ويقول لي والله وين كل هالمي بدها تروح. هلا بندقها هيك دقه خفيفه معلش. بنشيل شقفه هيك وبندقها هيك من النص هيك وبندقها هيك.
هي خطوة كتير مهمة كمان لتقليب العجين بقلب بعضه هيك. تمام. لحد الآن هيك صار الوضع معانا تمام. هذا القوام اللي أنا بدي أوصل له، ما بدي أقلبها كتير، شايفين؟ طرية. هلا رح نشوفها هيك كتير دبقة كتير، لكن نحن رح نتركها 10 دقائق، ربع ساعة، ساعة، لحد ما نشوفها بالبراد صارت معنا مناسبة بنشتغل فيها. بس اللي بردت منيح بتكون نشفت هي المي تبعها، شربتها على الأخير، وبنرجع لكم. هلا عندي الفستق والجوز رح نشوفهم بالفرن. 300 جرام فستق، 300 جرام جوز. هي الخطوة كتير مهمة. بدنا حبة الفستق تاخذ معنا، تضل معنا عمر طويل، وتضل طعمتها صحيحة يعني ممتازة من دون ما يكون فيها زيوت. وحبة الجوز كذلك الأمر. بنشوفهم 10 دقائق على حرارة 100-120 وبنرجع لكم. هلا رح نحط الفستق، نعطيه بس هيك كسر خفيفة بالجهاز هذا الروبوت او على الشوك، معلش كسر خفيفة، ما بدي نعمل كثير. الفستق والجوز رح نتبلهم بنفس الطريقة، رح نكسرهم ونرجع لكم. هلا أنا عندي هون ل 300 جرام فستق أنا حاططهم، بدي 100 جرام قطر. حكينا الكيلو بنقسمه على 3 أو الوزن بنقسمه على 3، الثلث بنحطه اللي هو 300 جرام، بنحط له 100 جرام قطر، وراح أحط لهم أنا شوية ماء زهر مع القطرات. أنا هذا الماء زهر مخففه بمي، فراح أحط الماء زهر مع القطرات. نفضي هيك القطرات تماما وبنقلبهم. طبعا نحن رح نعمل نفس الخطوة تماما مع الجوز، لكن ما رح نحط ماء زهر، رح نحط قرفة. ما بيطيب الجوز إلا القرفة، شايفين؟ يعني الكمية مناسبة وزيادة. بالنسبة للعجوة، أنا العجوة عندي مطراية، بس بدي أقلبها بمعلقة سمنة. يلي عنده عجوة قاسية شوي فينه يضيف لها شوية مي، فينه يضيف لها شوية قطر، فينه يدعكها بسمنة على حلها بدون شيء. يعني أنا بالنسبة لي عندي إياها طرية، ما بيعتاز إنه أحط لها أي شيء ثاني. نحن بناخذ قياس الحبة هيك بهذا الشكل، هي حبة العجوة، بس بنشوفها على قد القالب، بده يكون في نص المكان فضاء للعجين، نحط نصه فاضي مشان العجين، بنصغر منها شوي. يعني أنا هذا القياس اللي بدي إياه بالنسبة لي هيك. يلي ما بيعرف يقطع على إيده يقطع بالسكينة، يقطع بأي شيء. تمام؟ أنا هذا القياس يلي بيلزمني. رح نشتغل منه كعب الغزال ونشتغل منه طبق. أنا انتقلت على هاي الطاولة أريح لي بكثير من هذيك، وشلحت الكف بما إنه ما في عجين، ما بدنا عجين. هاي الفستقات بهذا الشكل. طبعا أنا بس دعبلتهم هيك، وها مجرد كبسة بفرطوب، يعني بس دعبلتها هيك، حطيناها هون، ضغطة هيك، ضغط ببطن الإصبع الكبير هيك بهذا الشكل هيك. أسهل من هيك ما ضل، يعني عن جد أسهل من هيك ما ضل. بنعملها هيك، بنخليها مطاولة مشان تفوت معنا بقالب الفستق. قالب الفستق بيجي مطاول. نحن عم نصفهم هلا كلياتهم بهذا الشكل، لسه ما خلصناهم طبعا، بدنا نصفهم هيك، نشوفهم شوي بالبراد ونبردهم بالبراد، بعدين نطلعهم مشان يطلعوا معنا على القالب مرسومين تماسك. بنكملهم هيك بهذا الشكل. هاي حبة عندي أكبر من حبة الفستق مشان نعبيها جوز. هاي حبة الجوز سكرناها، بندعبلها هيك بهذا الشكل بطول مشان تجي على قالب الجوز، لأنه قالب الجوز نحن بيجي عنا مطاول، ما بيجي مدور تدوير، مو مثل قالب الفستق. شايفين حتى الحبة أكبر. هلا نحن بنعمل هيك، بنقلبها على الطحين ونحطها هيك، شايفين؟ طبعا بنرجع بنعيد، أهم شيء يكون في شغال يشتغل بالكذاب. هذا الشكل
هاي الجوزات خلصناهم، راح نبردهم ونطبعهم لحتى يطلعوا معنا بهالشكل هذا. هذا شكل الحبة بعد الطبع، على قولة أهل الشام تويدات. هلا حبة العجوة حطينا هيك تحتها فستق مبشور، كنا عم نجرب القالب، تطلع معنا الحبة إن شاء الله بهذا الشكل. شايفين الجمال؟ طبعا الفستق بدها تاخذ أكثر من هيك بشوي، معلش هي لأنه جربناها من دون ما نكون تحتها فستق. بنلكها بالفستق وبنطبعها، بنكمل الكمية وبنرجع. على كعب الغزال بهذا الشكل، نفس الطريقة نفس الحشي، بس بتختلف بشغلة انه هي بدها تطلع مثل المراية، يعني بدنا نكويها كوي. نحطها هيك بهذا الشكل وبنحط لها فستاية على الوجه بهالشكل هذا، بنطبقهم هيك بهالشكل وبنرجع لهم. هلا هيك بعد ما طبعناهم، هدول تبعات الجوز وهدول تبعات الفستق وكعب الغزال، وهاي العجوة. طبعا طالعة كتير 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 مرتبة. هلا بنحمل فرن، طبعا بنحمل الفرن قبل ب10 دقايق تماما على اعلى حرارة عندكم، وبنحط الصاجات مع بعض. طبعا حطيناهم هيك بالفرن من تحت والفرن شغال عليهم على الحامي، بنتركهم لحتى ياخذوا اول وجه هيك بس من فوق شيء بسيط هيك، اللون كافي وزيادة، من تحت شقرة ومن فوق شقرة، وهي بيعطيها هذا الشيء بيعطيها عمر اطول. يعني احنا ما بدنا اياها انها تنشف بعد يومين ثلاثة، كافي عليها هيك تمام. طبعا حبة الكعب الغزال لازم كانت تاخد شوية لون زيادة، بس الفرن ما ساعدنا اكتر من هيك. وهيك طلع الرزق يا حبايب، شوفوا ما شاء الله تعالى. حبة بإذن الله بتاخد العقل، يعني عم تنحت نحت، بتفرط لحالها بتدوب، لحالها بتدوب ذوبان، يعني ماني مسترجي امسكها. طبعا هي انا قسمتها بالنص حتى تبين معنا الفستقاية لساتها خضرا، وهدول كعب الغزال. لا تلعي لي قلبي، فوت لجوا على الصفحة، اعمل مشاركة وتابع الفيديو وتابع الصفحة كمان، ولا تنسونا من الأمور كلها. الصيام أخذ علينا وخلي على الله، ما أنا نايمين لهلا. الله ييسر أمركم جميعا.